السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. وقبل ما نبدأ المقطع أي شخص خسر في شهادة البكالوريا عادي، أي شخص فاز في البكالوريا عادي، جميع شيء. المهم لا تنسى اللايك والاشتراك وخلونا نتكلم عن القصة المأساوية. نبدأ بأول أيام الثانوية، من أفضل الأيام اللي عشتها في حياتي، في نفس الشيء من أسوأ الأيام أيضا، مش كل شيء كان وردي قوس قزح وعالم زمر. كانوا بعض الأساتذة وضعهم مشكوك يعني مشكوكين. كنت نحب بعض الأساتذة وكنت نكره بعض الأساتذة أكثر، احتراما أستاذ التربية الإسلامية. المهم أول سنة حق الثالثة ثانوي سنة البكالوريا كان غريب، العام كان غريب. كنت ندرس وأيضا كنت نلعب كثير ألعاب فيديو، وحتى الناس اللي كنت نعرفهم كانوا نفس الشيء تقريبا. والدراسة شباب ككل شخص ما بديت من بداية السنة من سبتمبر شباب قال لك أسبوع البكالوريا دراسة. هذا شباب مشكل كبير، والله قاعد نتكلم بصراحة، هذا مشكل كبير تبدا الدراسة في اواخر الايام. المهم قلت راح ندرس هذا الاسبوع، لكن ما درست، وكل هذه الاسباب وكان عندي اسبوع ما درست شباب فيه. بقيت كل يوم نقول اوكي راح نراجع الرياضيات بعد الدوال، راح نراجع التواريخ والاحداث التاريخ. دخلنا في ايام الامتحانات، والامتحانات شباب الامتحانات كانت اسعد الايام. ما عملت في الامتحانات، لكن تعرفت على اشخاص جدد، والمكان اللي امتحنت فيه لقيت كثير من الاشخاص نعرفهم. هذا مشكل، كان لازم نلاقي اشخاص ما نعرفهم نركز على الامتحانات. لا، لكن كنت نركز معاش، كانت فيها معارك بعد الامتحانات. ولما خلصنا اسبوع الامتحانات، امتحان الاخر واللي هو الفلسفه. لما نهيت الفلسفه عرفت اني ما راح ننجح في البكالوريا. ونسيت نتكلم عن الموضوع. شباب الوالده قبل ما رحت الامتحانات قالت لي ان شاء الله ربي يعطيك مثل ما عملت. وانا ما عملت ولا شيء. الدعاء حق الام تقبل الله. وانا اعطاني على حسب العمل، انا ما راجعت ما درست مفهوم. وشباب اخذت 9 معدل 9.40 ربما على ما اظن. شوف بدون دراسه ذاك يا شباب انا بروفيسور. You stupid. المهم مرت الايام امتحان، مرت الايام نتائج شهاده البكالوريا شباب، وكل الناس شهاده البكالوريا نجحت راسب. شباب انا كنت نايم، كنت على 4 صباحا كنت نلعب The Last of Us في بلاي ستيشن 3. 1 مساء قلت خليني نشوفوا النتائج. اتصلت بالاصدقاء اللي نعرفهم، كلهم راسبين، الامر عادي. شفت رحت للثانويه قالوا لي انت راسب. I'm here to tell you right now, we don't care. Let me tell you We don't care. Jerry. رحت للمنزل، قلت للعائله حقي العائله عادي خسرت البكالوريا، اوكي عام الجاي ان شاء الله. والمشكله ان الوالده حقي الوحيده فقط بكات. شوف لما بكات هي الوالده قلت ليش قاعده تبكي؟ مش هي اللي امتحنت. وهناك شباب الصدمه، الصدمه ما كانت بنفسيتي، انا عادي نخسر الباك. لما شفت في الوالد حقي يقول لي لو قريت قرا، لو ما قريت عمل، لو ما عملت ما راح تبات في ذا المنزل. لكن الوالده شباب الوالده كانت اخذه فكره اني راح انجح ونفرحها. الوالدين شباب مثل ما نقولوا الجزائر، الوالدين شباب لازم نفرحوا الوالدين. اتصلوا بي الشباب، كنا حابين نروح للبحر، كنا حابين نروح نستمتع، لكن ما حبيت نستمتع. ليش؟ لان امي حزينه، والسبب انا اللي خليتها حزينه. ودخلت في مرحله مش من ناحيه الاصدقاء ولا من ناحيتي انا، من ناحيه نفسي، من ناحيه الام. حسيت ما رديتها. قدمت لي كل شيء. كنت كل ما نروح نعقب الامتحانات تقول لي ان شاء الله ينجحك، ان شاء الله يعطيك مثل ما تتمنى، تدعي وخايفه من اجلي. لما خسرت عملت لي حركه. ولما قلت للوالده راح نفوز ان شاء الله العام القادم، في ملامح وجهها عدم التفاخر. ما كنت فخوره بي شباب. شفت فيها اوكي سوي لي انت بدك، خلينا يا العربيه شباب. دخلنا العام الجديد شباب. انا لما وعدت امي راح نفوز في البكالوريا درست كل شيء. الناس فرحانين فزنا في البكالوريا، انا قاعد ندرس. درست كل شيء، راجعت كل شيء عاودته من جديد. دخلت السنه الجديده سبتمبر اكتوبر، مروا سبتمبر اكتوبر حتى نوفمبر كنت ندرس. بعدها ما حبيت ندرس.
كنت قاعد نقرا في اشياء درستهم من قبل. ما كنت حاب نقرا كثير لاني ما نحب الدراسه، ما نحب يعني الشيء مش مهنتي، مش الشيء اللي نحبه، نكره الاشياء نعمل فيها وانا نكرهها. مرت فتره الامتحانات، اليوم الاخير حق الامتحان الفلسفه لما نهيت عملت الحركه الحسابات الكونيه. يس راح نفوزي هذا البكالوريا. وحقا شباب وصلنا للنتائج ولقيت يعني فائز، وانا قلت الوالده حقي قلت لي لازم تشوف النتائج، يعني هي خايفه يعني. شفت فيها قلت لها ماي مادر I got you homie. شباب حقا يعني كنت متاكد ثقه العمياء، يعني قلت تخيل شباب لو ما فزت. نزلت نتائج البكالوريا لقيتني ناجح. اوكي والان الوالده فرحت وفرحت الوالدين، ليتس جو نجحنا في شيء. بعدها يعني لا شيء، الفراغ. بقيت شباب نشاهد في نفسي هكذا، يعني حققت هدف مش هدفي، هدف الوالده حقي. كنت حاب نفرح الوالده حقي فقط، ما كنت حاب يعني نفوز يعني ولا نركز في الدراسه. ايش راح نسوي الان؟ نتائج يعني فزت اوكي، ايش راح ندرس جامعه؟ مستحيل. مستحيل الجامعه ما نحبها. المهم مرت الايام وراح ندخل الان نتكلم على الجامعه. تقريبا من اسوأ ايام اللي مرت على حياتي لي ايام الجامعه. حتى لما خسرت البكالوريا في العام الاول كنت يعني فرحان، كنت اسوي كثير اشياء، رياضه، نلعب العاب فيديو، الشغف يعني كنت مليح. لكن ايام الجامعه الاولى يعني قبل عطاونا خيارات نخير ايش يعني ايش ندرس. يعني انا عملت تي سيونس اي تكنولوجي. والمشكل في البكالوريا كثير اشخاص يحبوا ينجحوا في البكالوريا بمعدل 10 11. وهذا خطا كبير، خطا مش صغير، خطا كبير باهظ، خطا عظيم تعامله، واللي هو الظن ان المعدل ما عنده قيمه. معدل كثير عنده قيمه كبيره. المهم اختيارات كلها درست السنه الاولى حسيت نفسي ان بي سي، مثل الشخصيات الجي تي اللي تقتلهم في الطريق هذا ما يعملوا كل شيء تقتلهم. كنت حاسس نفسي هكذا. كنت نروح ندرس فقط. ايش قاعد ندرس؟ ما ادري. ندرس الاعلام الالي، يقريني ايش الاتش دي دي اس اس دي كارت مير. شبكه اول عام الجامعه رسبت فيه، ممكن ما حبيت الجامعه بصراحه، ما حبيت المواد، التوقيت، والجامعه كانت بعيد، لازم تركب 2 باصات في واحد الحافله اسمها الكاتجي عندنا في الجزائر في وهران. الكاتجي يعني كانت قصه ماساويه. في شخص يعني كان لابس ديباردير، كتف حقه كانت مسويه الحركه هذا توش الكتف تاعي، كنت لابس تيشيرت ابيض. ما شباب ماني حاب نقززكم. درست العام الثاني قلت اوكي خلينا نشوف ايش السنه الثانيه. نجحت في السنه الثانيه، خير اختيارات جيني سيفيل، انجينير جيني سيفيل. قلت لازم نكون مهندس. اسوأ خيار عملته في حياتي واللي هو الهندسه مدنيه، الهندسه المدنيه. المهم وهذه هي القصه شباب. الجامعه يعني ما كملت فيها، وهذا اللي انا حاب نتكلم عليه، انه هو البكالوريا مش كل شيء. البكالوريا يعني راح تحس ان نفسك راح عملت انجاز، لكن هو مو انجاز اللي راح تسويه بعد الجامعه او قبل الجامعه، قبل الدراسه كليا. اغلبيه الناس نعرفهم مكملين الجامعه ايش يسووا والله ما ادري. في شخص قاعد يعمل حلاق، في شخص يعمل في السيكوريتي. المهم لو حاب تكمل في الدراسه لازم تدرس من ايام البكالوريا. لو انت راسب لو اوكي رسبت في هذا العام اوكي، لكن لما تعيد مره اخرى ما تطمع تاخذ 10 او 11 او 12 او 13 او 14 في البكالوريا. لازم تاخذ اكثر 15 الفوق. ليش؟ يعطوك خيارات حلوه، خيارات فيها مستقبل يعني البلاد تحتاجها. تقدر تعمل في الخارج، تكمل دراستك في الخارج. المهم راني حاب نقول لك ما تزعل لو خسرت البكالوريا. حتى انا خسرت البكالوريا حتى بعد عام فزت فيها، والمشكل نفسه يعني ما حسيت نفسي عملت انجاز الشباب. لما دخلت في المجال اللي انا حاليا قاعد، مش مجال اليوتيوب، مجال اخر، ما نتكلم على حياتي الشخصيه. وان شاء الله يعني هذا الفيديو راح ننزله قبل البكالوريا او بعدها والله ما ادري. ان شاء الله ينجح اي شخص حاب ينجح في البكالوريا، وحتى في مسيرتك المهنيه ان شاء الله يعني تلاقي اشياء تحبها واشياء تاخذ منها راتب شهري او راتب يومي، او يعني تنجح في مشروع. المهم يعني حاب نتكلم. المهم خلاصه الامر بكالوريا مش كل شيء والله. يعني راح تفهم لما توصل النتائج، تشوف نفسك راسب او ناجح، راح تفهمني وراح تفهم التلدد. What؟ المهم لا تنسى اللايك والاشتراك، واهم حاجه تعرف ايش هي، واللي هي صلاتك، هي الدين، طاعه الوالدين، صله الرحم. لا تقطع صله الرحم. نعشوا دمتم في رعايه الله.